مفيش احلى من الراحة النفسية اللي بتيجي للواحد لما بيخلص حاجة بقالها فترة طويلة مركونة عنده موجودة بتلم تراب وعاملة كركبة في البيت كده ودوشة. فخلونا النهاردة في الفيديو ده نتكلم عن الحاجات اللي انا خلصتها خلال شهر ديسمبر ويناير. معلش عشان ما عملتش الفيديو بتاع شهر ديسمبر، هنعمل شهرين في شهر واحد وهنكمل مع بعض في البروجكت بان بتاعنا. وللي ما يعرفش البروجكت بان ده هي مجموعة فيديوهات بكلمكم فيها عن الحاجات اللي انا هستخدمها من عندي في البيت، مش بشتري حاجة جديدة لغاية ما اخلص كل الحاجات اللي موجودة عندي، سواء بقى منتجات عناية بالبشرة بالشعر بالجسم بأي حاجة بالميك اب بأي حاجة. ما بشتريش حاجة غير لما بخلص كل الموجود عندي. فلو مهتمين تعرفوا ايه الحاجات اللي انا خلصتها في الفترة اللي فاتت كملوا الفيديو للآخر، ويلا بينا نبدأ في الفيديو على طول. ازيكم يا حلوين، يا رب تكونوا مبسوطين وبخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. هنبدا على طول كده بحاجه الوش، واول حاجه خلصتها في حاجه الوش هي الكريم اللي انا بحبه جدا 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 وبكلمكم عنه طول الوقت، وهو الكوزركس اويل فري الترا مويسترايزنج لوشن. وكنت وريتكم فيديو اللي هو مفضلاتي بتاعه السكين كير بتاعه سنه 24، وريتكم ان انا مخلصه تقريبا 3 علب ودي الرابعه او 4 علب ودي الخامسه مش فاكره يعني، بس المهم ان انا مخلصه منه علب كتيره جدا جدا. احلى مرطب في حياتي، احلى مرطب كوري يعني، عشان في واحد مصري تاني بس هو للاسف مش عارفه اجيبه تاني دلوقتي بعد ما خلص، اللي هو انفينيتي سوزنج اند مويسترايزنج كريم. هبقى هسيب لكم صورته هنا عشان يعني ايه اللي مش قادر يجيب ده، او يعني اللي نفسه يجيب ده بس مش قادر، التاني كان تقريبا شبهه. نتكلم عن ده بقى. انا طبعا يعني هريتكم كلام عنه فاعتقد ان انتوا حافظين، بس للي اول مره يشوف الفيديو، الكريم ده قوامه تقيل سنه بس هو مخصص للبشره الدهنيه عشان هو اويل فري، ما فيهوش اي زيوت فما بيسدش المسام، ما فيهوش مواد فعاله بتحسس البشره، هو بس مجرد كريم مرطب بيرطب البشره بس كده. بحط طبقه قليله منه على الوش، ولو حسيت اني محتاجه ازود بزود، بس مش بحط كتير من اول مره. اول ما هتيجوا تستخدموه هتلاقوا ان ليه ريحه غريبه، ريحه كيميكالز كده، لان هو ملوش ريحه المفروض، بس ليه ريحه كيميكالز كده في الاول. الريحه دي بتروح من تاني او تالت او رابع استخدام بالكتير قوي، بس مش هتطول معاكم. فعشان لو جبتوه لو حسيتوا ان ريحته ايه ده ريحته مش حلوه، الريحه دي بتروح، انتوا بتتعودوا عليها وبتروح. انا ما بقتش بشمها خالص دلوقتي. حلو جدا ان هو ما فيهوش مواد فعاله، دي الحاجه الوحيده اللي عجباني فيه، او يعني دي الحاجه المين اللي عجباني فيه. انا دايما بدور على مرطب شغلته ان هو يرطب لي بشرتي ويهديها ويرمم حاجز البشره، ما يكونش فيه حاجات بتقشر، ما يكونش فيه حاجات بتعالج الحبوب، ما يكونش فيه اي حاجه. انا هعالج الحبوب، انا هقشر وشي، انا هتصرف، انا بس عايزه مرطب بيرطب عشان اقدر احطه كل يوم وكذا مره اثناء اليوم كمان. هكرره تاني طبعا، هكرره تاني، بس هتعرفوا هكرره امتى بالظبط لما تشوفوا الفيديوهات الجايه. الحاجة التانية اللي خلصتها برضو من كوزركس وهي السنيل ميوسن، والحمد لله ان انا خلصته خلاص خلص. بصوا انا قلت لكم ان هو لطيف يعني، مش وحش، مش اوحش حاجة في الدنيا، بس ما مش حاسة ان هو يعني ذو قيمة قوي او حاجة ان انا اروح اشتريها مخصوص او اروح ادور عليها مخصوص. هو خطوة اكسترا للترطيب وبس، فقط لا غير. ما بيعملش اي حاجه تاني، ما بيهديش حاجز البشره، ما بيرممش حاجز البشره، ما بيعملش اي حاجه تاني، ما بيهديش الجلد الملتهب، ما فيهوش اي ميزه تاني، هو بس مجرد حاجه اضافيه للترطيب. فلو انت محتاجه حاجه اضافيه للترطيب هاتيه، بس غير كده مش شايفه ان هو مفيد في حاجه. هل هكرره تاني ولا لا؟ غالبا لا، الا لو اتحطيت في ظروف كنت حاسه ان انا محتاجه فيها حاجه، خطوه ما قبل المرطب. يعني انا كنت بحطه هو قبل المرطب بحيث ان انا ارتب بستناه يتشرب شويه وبعدين بحط فوقيه المرطب. فلو انا حسيت ان في اي وقت من الاوقات ان انا جلدي محتاج الموضوع ده وكنت مقتدره ان انا اشتريه تاني فهشتريه، غير كده ما اعتقدش ابدا ابدا ان انا هروح اجيبه كده بس كده just for fun يعني. الحاجه الثالثه اللي خلصتها هي كريم العين ده بتاع ايفا، اللي هو انا قعدت اتريق عليه واقول لكم 360 درجه يعني يقصدوا ايه، هنلف كده ونرجع تاني يعني هنرجع لنقطه الصفر وكلام من ده. في ناس قالت لي ان هم يقصدوا 360 درجه يعني بتحط حوالين العين كلها، اوكي، بس حاجه غريبه قوي بصراحه ان هم يكتبوا كده. يعني ايه الميزه في ان هو الكريم بيتحط حوالين العين؟ ما انا اصلا كنت بحطه في اماكن تانية، يعني كنت بحطه حوالين بقي اساسا، اللي هو يعني
مش ميزه قوي انك تكتبها لي كده 360 درجه، فعلا حاجه غبيه قوي بصراحه الرقم ده. ايه تاني؟ هو المفروض ان هو بيكليم ان هو بيفتح تحت العين والكلام ده كله. هو كان كريم مرطب للعين كويس قوي، خصوصا ان سعره مناسب. انا ما اعرفش سعره كام، انا جايباه بقالي سنه ونص. كان بيرطب على قد سعره، عارفين اللي هو لطيف. هل هكرر تاني ولا لا؟ لا، لاني حاليا مش حاسه ان انا محتاجه كريم عين. انا بستخدم الكريم المرطب بتاعي طالما ما فيهوش مواد فعاله وما فيهوش روايح، بحطه هو تحت عيني عادي. مش حاسه ان انا محتاجه كريم عين قريب. ولو احتجت كريم عين مش هيبقى هو اختياري الاول، بس هو من ناحيه ان هو مرطب، كريم مرطب لمنطقه تحت العين، فهو كريم مرطب لمنطقه تحت العين. هل بيفتح؟ لا. هل بيعمل اي حاجه تاني غير ان هو بيرطب؟ نو. من الحاجات اللي عايزه اعمل فرح علشان خلصتها هي الغسول ده بتاع سوب اند جلوري. كبير قوي يا جماعه، كبير جدا كبير، ودي very very huge disadvantage بصراحه. حجمه 350 مللي. انا زهقت منه، زهقت. للناس اللي بتعمل بروجكت بان زيي، او ان هي مش عايزه تشتري حاجه تاني غير لما تخلص اللي عندها، that's too much. قعد معايا كتير جدا. كنت بستخدمه كغسول، كنت بغسل بيه منطقه الاندر ارم، وكنت بستخدمه كشاور جel. ما كانش بيخلص، قعد شهور 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 ما بستخدمش غيره. ف it's too much for a product. بصوا، كان بينظف الوش تمام يعني، بس مشكلته ان هو فيه ريحه منثول، او اللي هو اللي شبه النعناع ده. ما بحبهاش، وما ينفعش انها تكون ما ينفعش يكون في ريحه حاجه ذات هارش كده، او ريحه شديده كده على حاجه بتغسل الوش. يعني متقبله لو في ريحه خفيفه، عارفين لو في ريحه خفيفه سنه كده اوكي هحطها على وشي، بس هو ريحته شديده قوي. بصراحه هو ما عمليش حاجه وحشه يعني، بس هو ريحته شديده قوي، تخوفك منه. والحبيبات اللي فيه حبيبات قويه، فدي برضو حاجه تخوف. بصراحه هو لفادني بالايجاب ولا بالسلب. مش عايزه يعني، انا بشرتي اتحسنت لما بطلته، بس مش هو السبب بصراحه. يعني انا يعني لا هو السبب ان هو خلى بشرتي وحشه، ولا هو السبب ان هو خلى بشرتي حلوه. فهو ملوش اي يعني، مش هقول ان هو وحش، ومش هقول ان هو حلو. نصيحتي ما تجيبوهوش. ليه؟ لان هو كبير جدا، بيطول قوي، وهتزهقي منه، وغالبا هتركنيه وهيلم تراب، وشكل العلبه بتاعته مش لطيف كده. مش عارفه، نصيحتي ما تجيبوهوش. مش هكرره اكيد تاني. فمش عارفه هل في حاجه تانية المفروض اقولها عليه؟ نو. ندخل بقى على حاجه الشعر. خلصت الشامبو ده بتاع ايفا كيراتين، اللي هو الابيض في الاحمر الغني عن التعريف ده. انا بخلصه وقطعته كمان بالمقص، وبعمل كده يعني كدليل ان هو عجبني. هو جميل جدا، بينضف فروه الراس. اعتقد ان هو فيه سلفيت، انا ما قريتش قوي بصراحه، بس هو غالبا فيه سلفيت لانه كان بيرغي وبينضف الشعر حلو. فيه سلفيت، دي مش حاجه وحشه خالص. انا بحب الشامبوهات اللي فيها سلفيت عشان هي اكتر حاجه بتنضف لي فروه راسي، وبعدين برجع ارطبها بمرطبات وحمام كريم وبلسم وكل ده. فمش يعني مش خايفه قوي ان السلفيت ينشف لي شعري يعني. بس لو انت شعرك جاف قوي وحاسه ان السلفيت بيضايقه، فخلاص ما تجيبيش شامبو فيه سلفيت. بس يعني بصراحه يعني هيطلع لك قشره، يعني لازم سلفيت. فيعني حاولي توازني ما بين الامور كده، مره سلفيت مره مش سلفيت كده يعني، بس عشان خاطر فروه الراس تبقى نظيفه يعني. فبس الشامبو ده عجبني، هكرره تاني ان شاء الله، بس لما اخلص الحاجات اللي عندي. بس هو لطيف بصراحه، جميل، واعتقد سعره كويس. مش فاكره سعره كان كام، دوروا على سعره، بس هو سعره كان كويس ولطيف. ما بينشفش الشعر قوي. ما كنتش بحس ان شعري مثلا بيزيق كده. عارفين لما الشعر ينشف قوي لدرجه ان هو بيزيق من النظافه، دي معناها ان هو يعني الزيوت كلها امتصت منه كده، فدي مش حاجه حلوه قوي. ما كانش بيعمل الموضوع ده. هو كان بينظف الشعر وبيحافظ على ترطيبه، فده اللي خلاني حبيته بصراحه. ريحته ما كانش ليه ريحه، يعني ما كانش ليه ريحه مميزه يعني، بس ريحته مش وحشه يعني. من الحاجات اللي خلصتها وفرحانه ان انا خلصتها عشان ما عجبتنيش هي البلسم ده. مع ان الشامبو بتاعه عجبني بس البلسم ما عجبنيش. وده من اللي هو الاوبتيمم كير ريسيبي من ايفا، لاين جديد كده هم نزلوه. وده هو مخصص للدراي هير وبالتوت. ريحته كانت جميله، بس ما كانش بيرطب الشعر خالص، وكان تقيل قوي، ما بيخرجش من الفتحه دي. كان لازم عشان يطلع لازم افتح العلبه كلها، وبالتالي كان بينزل في ايدي حته كبيره جدا غير اللي انا محتاجاها. وحتى الحته الكبيره دي ما كانتش بترطب لي شعري. ف يعني قلت لكم كل الاسباب اللي هو ما كنتش بحبه عشانها. اتبسطت قوي ان هو خلص الحمد لله. فمش هكرره تاني، بس هجيب الشامبو بتاعه عادي، لان الشامبو كان حلو جدا، كان بينضف فروه الراس وما بينشفش الشعر.
حبيته بصراحة. من الحاجات اللي فاضل فيها 3 استخدامات كمان وتخلص، فاعتبر ان انا خلصتها كمان. هي السيرم ده بتاع سيرو بايب. بصوا، هو يعني انا مبسوطه انه خلص، بس مش هكرره تاني. ليه؟ حسيته عادي جدا، مش عارفه. يعني انا مؤخرا بقيت حاسه ان شعري مش معتمد على السيرمز قوي عشان يترطب. هو انا بحطه عشان هو موجود، بس هل لو مش موجود واكتفيت بس بالكريم بتاع التصفيف يعني هيفرق في حاجه؟ لا خالص. حاسه زيه زي قلته، اللي هو انا بحطه بس حرفيا عشان اخلصه، مش فارق في شعري لا بالايجاب ولا بالسلب. فحاسه يعني خلاص، طالما حاجه مش فارقه يمين ولا شمال مش هجيبها تاني. بس يعني خلاص، اللي هو جبته وخلصته، بس مش حاسه ان شعري استفاد منه خالص بصراحه. مش حاسه ان هو رطب لي شعري. في ناس تانية كانت بتحلف بيه، فممكن مشيش مع انه شعري، انا ما اعرفش. هو انا شعري جاف، ما كنتش يمكن هو مثلا محتاج شعر مش جاف عشان يرطبه، ما اعرفش. ما عجبنيش، رغم انه يعني مش ما عجبنيش بصراحه. هو يعني كلمه ما عجبنيش يعني حرام، تقيله عليه شويه، بس هو يعني عادي. مع ان الشامبو والبلسم وحمام الكريم بتوع سيرو بايب عجبوني جدا جدا، بس ده اكتر حاجه يعني ايه اللي هو حسيت انها ملهاش لازمه قوي، فمش هكرره تاني. لو انتوا جربتوه ومشي مع شعركم، يبقى هو بيمشي بقى مع نوع شعركم. فبكتبوا لي تحت في الكومنتس عشان اعرف يعني لو في مثلا ناس فعلا عجبها، ولا كله حاسس ان هو عادي كده ومش ماشي معاه. انا مؤخرا كنت اتكلمت، هبقى اسيب لكم الفيديو هنا بتاع اللي هو مفضلاتي من المنتجات العنايه بالشعر بتاعت سنه 2024، لان انا كنت قلت لكم اكتر حاجه اهتميت عليها السنه اللي فاتت وفعلا فعلا حاسه انها فرقت في شعري، هي حمامات الكريم، سواء قبل الشعر أو قبل الشاور او اثناء الشاور. هو دي الحاجات اللي فرقت معايا، وحسيت فعلا فعلا بتحسن في شعري بعدها. فحوار السيرم ده ما بقاش بيفرق معايا قوي بصراحه. ندخل بقى على حاجه الجسم، واول حاجه عايزه اخلص منها مش خلصتها هي الليفه دي. الليفه دي كنت جايباها بقالها مثلا سنتين تقريبا او سنه ونص، داخله على السنتين. متعلقه عندي في الحمام وما بستخدمهاش خالص. هي بشعه جدا، جربت استخدمها مره ما بتليفش ولا بترغي ولا اي حاجه، ولا بتعمل اي حاجه، ولا بتنظف ولا اي حاجه خالص. هي شكلها عبيط كده يعني، ده بس انا قررت ان انا هرميها خلاص، يعني ما بتعملش اي حاجه. فبس هي مش عارفه ده سيليكون ولا مطاط ولا فل ولا ايه، ما اعرفش. بس هي يعني قلت اقول لكم ان انا هرميها، مش عارفه، ملهاش اي لازمه. الحاجة التانية اللي خلصتها في حاجة الجسم هي اللوشن ده من فيفلين. هو يبان ان انا ما خلصتوش، بس انا خلصته. الحبة دول انا مش عارفة اوصل لهم حتى بالمعلقة السيليكون الطويلة بتاعت شي ان دي، مش عارفة اوصل لهم بيها. فخلص كده، هو خلص. كان جميل جدا يا جماعة، كان جميل جدا جدا. فانا لو لقيته تاني الشكل ده بعد ما اخلص طبعا اللوشنات اللي عندي كلها، بس لو لقيت الشكل ده تاني هجيبه. ريحته جميلة قوي، ريحته ريحة بينك شوجر، اللي هي بينك شوجر معروفة. اوكي، يعني سويتي كده، بس سويتي على السولة، مش وحشة ولا تخنق ولا عيالي، عشان برضو مش اللي هو السويتي العيالي ده، احنا كبرنا على الكلام ده. فريحته كيوت قوي، يعني اللي هو ريحة تمام حلوة. سطل كده، خفيفة، مش كده، مش في الوش كده. وترتيبه كويس، ترتيبه بيقعد تقريبا 24 ساعة، يعني لطيف، ترتيبه حلو قوي. مش 24 ساعة قوي برضه، عشان ما بقاش بأفور، يعني مثلا بالكتير قوي 18 ساعة يعني، بس اللي هو تمام يعني. الترتيب اللي هو هتحطيه بعد ما تستحمي هيقعد لتاني يوم، مش لازم 24 ساعة قوي يعني. اوكي. فعجبني جدا ولطيف، وهكرره تاني، وقوامه كان خفيف وبيمتص بسرعة. هكرره ان شاء الله باذن الله، بس لما اخلص اللي عندي، ولو هم اصلا لسه بيعملوا الشكل ده، لان انا بيتهيألي الشكل ده كان قديم بتاع حاجة فيفلين زمان اول ما نزلوا تقريبا، فمش عارفة اذا كانوا بيعملوه لسه ولا لا. خلصت كمان البادي ماست ده بتاع باث اند بادي وركس، اللي هو اسمه سنو فليكس اند كاشمير. وبصراحة اتبسطت ان انا خلصته. انا كنت كرهت ريحته بصراحة في الاخر، معرفش ليه، كنت مش حابة ريحته خالص. انا لما جبته زمان 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 بقاله 3 سنين تقريبا كنت حابه ريحته، بس دلوقتي يعني لا، حاساه كده قرنفل قوي، يعني حاسه مش عارفه، حاساه يعني مش حلو. بس انا قلت لكم اكتر حاجه عجباني فيه هي لون الغطا بصراحه. باث اند بادي وركس مقاطعه. بس فخلص الحمد لله. لسه انتوا عارفين انا عديت البادي ميستس اللي عندي من باث اند بادي وركس تقريبا طلعوا 12. فلسه قدامنا خطه طويله قوي قدامنا، يعني مشوار طويل قوي على ما نخلص حاجات باث اند بادي وركس اللي عندي. في منهم حاجات انا حابه ريحتها قوي، فهخليهم اخر ناس استخدمهم خالص. بس مش عارفه والله، انا خايفه لا ريحتهم تبوظ من كتر الركنه. فانا واقفه قدام المعضله دي، اللي هو انا بحبهم فمش عايزه استخدمهم دلوقتي، بس في نفس الوقت خايفه الريحه تبوظ، فعارفين.
لسه محتاره في الموضوع ده. بدات استخدم واحد تاني هقول لكم عليه في الفيديو الجاي ان شاء الله، بتاع الحاجات اللي هستخدمها بقى خلال شهر فبراير. بس ده الحمد لله الحمد لله ان هو خلص. اللي انا بستخدمه دلوقتي انا حباه شويه عنه. خلصت كمان من حاجه الجسم الديودرنت ده بتاع ستارفل، اللي هو المفروض ان هو وايتنينج ديودرنت وبيقعد 24 ساعه، واللي هو غطاه زي ما هو واضح كده غطاه سيلفر. بصوا هو كان جميل جدا. 60 مللي بيقعد تقريبا شهرين تقريبا، يعني هيقعد معاكي اقل من شهرين شويه اكتر من شهرين شويه على حسب. ماشي. طبعا الديودرنت بيتجدد اتليست كل 24 ساعه، يعني تحطيه تجدديه في اليوم مره. انا بفضل تجدديه في اليوم مرتين مهما كان صيف او شتاء. مفيش كلام في الموضوع ده، مفيش نقاش في الموضوع ده، مفيش هزار، مفيش اي حاجه. تغسلي المنطقه بتاعه الاندر ارم بالغسول وبعدين تنشفيها كويس وتغيري وتجددي ده الديودرنت عشان نسيت اسمه. ماشي. كان كويس، كان بيحمي من العرق، ما شفتش اي ريحه عرق طول ما انا بستخدمه، فجميل جدا. هكرره تاني ولا لا؟ انتوا لو عارفين الفيديو بتاع الديودرنت، انا كنت عندي جبت يعني اشتريت حوالي 20 ديودرنت عشان خاطر اجربهم لكم كلهم واقول لكم رايي فيهم. فانا عندي ديودرنتس كتيره قوي، لو ما كانوش عندي كنت هكرره تاني، بس عشان عندي كتير قوي لسه بستخدمهم بقى وعايزه اخلصهم عشان حرام فلوسي. فبس فمش هستخدمه، فمش هكرره قصدي. بس ان شاء الله لما يخلصوا، يعني لو ربنا اداني عمر وخلصتهم، وكنت عايزه اجيب ديودرنت لوكال براند حلو جدا، واي نوت. نيجي بقى لاكتر حاجات انا مبسوطه ان انا خلصتها الشهرين اللي فاتوا دي، وهي البرفانات الصغنونه. وعلى فكره في واحد تاني شبه ده لونه احمر بس رميته، نسيت يعني ورميته. المهم يعني اول واحد خلصته هو اللي هو كولر مي. عارفين انا قلت لكم انا بحب كولر مي بينك، فدول اخواته بقى اللي هم موف وواحد احمر. الاتنين ما عجبونيش خالص واتبسطت قوي ان انا خلصتهم. ريحتهم تقيله قوي 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 ومليانه كحول كده ورخيصه كده، مش حلوه يعني، مش ريحه كده، مش عارفين في برفانات تشموها تقولوا لا دي ريحه رخيصه. فدي كانت منهم. اتبسطت قوي ان انا خلصتهم واكيد مش هجيبهم تاني. على فكره البادي سبراي بتاعهم انا كنت زمان 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 ايام الجامعه لايك من 8 10 سنين فاتوا كنت بحبه البادي سبراي، بس مش البرفيوم. البرفيوم وحش نو. فانا مش عارفه حتى ارشح لكم تجيبوا البادي سبراي منهم اللي هو اللون ده واللون الاحمر. يعني لا شموه الاول قبل ما تجيبوه، مش عاجبني خالص بصراحه. خلصت كمان اللي هو سي البينك دي، قلت لكم انا كنت جايباها دي كانت تقليد دي كانت ب 35 جنيه، بس الكلام ده كان من سنتين 3 كده، فاعتقد حتى لو هتشتروها دلوقتي مش هتبقى ب 35 يعني. المهم كانت لطيفه وعسوله وريحتها جميله قوي. بصراحة والله عارفين لو ريحة سي الأصلية نفس الريحة كده، يعني لو مش دي حاجة اللي هو حاجة تانية خالص لو ريحة سي اللي هي البينك دي نفس الريحة ممكن تخليني أفكر إن أنا أجيبها. أنا ما شمتهاش بس ممكن يعني حمستني إن أنا لو لقيتها في حتة هبقى أشم الريحة الأصلية يعني، وهحطها في الويش ليست بتاعتي. يعني لو عجبتني هفكر إن أنا أجيب البرفيوم الأصلي بقى. المهم خلصت كمان برفانين من مينيسو، واحد اسمه بيري جوس. ده كان لطيف كده، فروتي خفيف لطيف كده فريش. ريحته مش رخيصه، ريحته كانت عسوله اللي هو يعني كده حاجه كده حاجه كده عارفين، حاجه خفيفه كده صيفيه فريش، بس انا خلصتها في الشتاء عادي. فيعني لطيف عجبني. والبرفان التاني ده بقى ده شكله مش عارفه اسمه ايه، هو مش مكتوب عليه اسم بس هو بالكريز مكتوب عليه النوتس بتاعته، يعني مكتوب النوتس ومش مكتوب الاسم. فهو بالكريز والفراولة وفي تلج وزهور الكرز ومسك وعنبر وخشب الصندل. ده برضو كانت ريحته جميلة، ده اكشلي ريحته احلى من ده. خلصت الاتنين ومبسوطه قوي. انا كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات اللي هو بتاع حاجات هستخدمها في شهر 12، كنت قلت لكم ان انا هستخدم البرفان اللي هو اكلا بتاع اوريفليم، بس بصراحه لقيت ناس تحت كده خلتني اقول ناس قالوا لي اللي هو البرفان ده احنا بندور عليه ومش لاقيينه، تفتكري ايه شبهه او كده. فاللي هو قلت لا طب خليني اخلص الحاجات الصغنونه دي اللي عامله كركبه، يعني البرفانات الصغيره دي رغم انها تبان عمليه بس هي مش عمليه والله يا جماعه. يعني نادرا لما باخدها معايا في الشنطه، وحتى لو خدتها معايا في الشنطه مش بحطها وعامله كركبه على الفاضي. فقلت طب خلاص لما انا اخلص البرفانات الصغيره اي كلام دي اخلصها الاول وبعدين اخش على الحاجات بقى التقيله. فانا دلوقتي حاليا وهقول لكم برده في الفيديو اللي هو حاجات هستخدمها في شهر فبراير، هقول لكم برده انا بستخدم ايه صغنن زي دول.
فبس فانا خطتي دلوقتي ان انا هخلص كل السامبلز الصغيره دي سواء اصليه او مش اصليه اللي عندي، وبعدين بقى هبقى ادخل على العلب الكبيره ان شاء الله. الحاجه اللي خلصتها بعد كده هي حاجه من حاجات الميك اب. اخيرا يا جماعه خلصت الليبستيك ده اللي هو بتاع فلورمار اللي هو اسمه كيس مي مور. وكنت قلت لكم في الفيديو بتاع مفضلاتي من الميك اب ان هو بديل بتاع ميبلين اللي هو اسمه سوبر ستاي، لان هو سوبر ستاي فعلا. انا هو ده اللي انا حاطاه النهارده، ودايما دايما دايما بتسالوني عليه. فهو اللي هو اسمه اوريفليم كاسمي اوريفليم ايه فلورمار كاسمي مور، والشيد بتاعته اسمها بيتش. بصوا هو قعد معايا من ساعة ما بدأت البروجكت بان من شهر 8، فهو قعد 8 9 10 11 12 1، يعني قعد 6 شهور. حجمه قد ايه بقى؟ 4 ملي. فدي والله يعني احصائية جديدة بالنسبة لي ان انا الليبستيك ال 4 ملي بيقعد معايا 6 شهور. فانا طول السنة محتاجة 2 ليبستيك 3 بالكتير لو انا عايزة انوع. اوكي، فدي حاجة هتفيدني جدا مستقبلا ان شاء الله وانا بشتري اي حاجه ليها علاقه بالميك اب، ان الميك اب بيطول جدا معايا. انا مش واحده بحط ميك اب طول الوقت ومش بحط كتير، يعني عارفين انا بس بحط مره وخلاص. حتى لو خارجه بحط مره، ولو اكلت والروج اتمسح خلاص اتس اوكي، خلاص مش هجدد تاني. فده بالنسبه لي يعني. بس نصيحتي ليكوا شوفوا انتوا صباع الروج بيقعد معاكوا قد ايه، علبه البلاشر بتقعد معاكوا قد ايه. ده هيفيدكم ان انتوا بقى مش طول الوقت ايه انا عايزه اجيب دي وعايزه اجيب دي وعايزه اجيب دي. لما اعرف الحاجه بتقعد معايا قد ايه هشيلها من دماغي بقى خلاص، اللي هو ايه كمان 6 شهور يحلها ربنا. فانا مبسوطه جدا ان انا خلصته. هو اخيرا خلص، اللي هو عارفين هو لسه بيطلع بس خلاص البتاعه دي بقت تطلع فاضيه ما عليهاش برودكت. لازم اقعد ألحوس في البتاعة كده عشان يطلع لي حاجة. احنا النهاردة يوم 27/1، فانا هفضل استخدمه ولحوس فيه كده لغاية يوم 31/1 وخلاص بعدها هبطل استخدمه. بجد مبسوطة قوي قوي قوي، يعني بجد اكتر حاجة انا متحمسة ومبسوطة جدا ان انا خلصتها في الفيديو ده او في خلال الشهرين اللي فاتوا دول. اخر حاجة خلصتها واخر حاجة في الفيديو هي المايسلر ووتر بتاعة رو افريكان، ودي خلصانة بقى لها تقريبا شهر، هي خلصت في شهر 12. تحفة يا جماعة، احلى مايسلر ووتر في الدنيا. بصوا انا كنت جايباها تقريبا من سنة ونص تقريبا، كانت ب100 حاجة و30 جنيه، معرفش سعرها دلوقتي كام، اكيد زادت طبعا اكيد زادت. تحفة بتشيل كل الميك اب، ووتر بروف مش ووتر بروف. ميك اب العين، ما بتحرقش العين، ما بتحسسش العين، ما بتعملش اي حاجة في العين خالص. بدخلها جوه عيني، بدخلها جوه العين نفسها عشان خاطر اشيل الكحل اللي من جوه ده. ما بتعملش حاجة في العين نهائي. كانت تحفة جدا، اكيد هكررها تاني اكيد، بس لما اخلص اللي عندي. بجد سعر وجودة وكفاءة، يعني ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده بجد. فانا بحب اشجع البراندات المصريه، بحب رو افريكان، بس في حاجات بتخيش منهم وبقول لكم عليها زي مثلا الناتشرال ديودرنت بتاعهم او الديودرنت ستيك، قلت لكم عليه ان هو ما بيحميش من العرق ربع ساعه. بس دي من الحاجات اللي رو افريكان يعني should be proud بجد والله. حاجه حلوه جدا، مبسوطه جدا انها منتج مصري. اكيد هكررها تاني اكيد، يعني اكيد. هي وايفا اللي هي البامبي دي اللي هي نصها زيت ونصها ميه، الاتنين دول من احلى ما انجبت الصناعه المصريه في المايسلر ووترز. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاع النهارده، ودي كانت الحاجات اللي انا خلصتها خلال الشهرين اللي فاتوا. اتمنى تشاركوني ايه الحاجات اللي انتوا خلصتوها الشهر اللي فات، علشان خاطر انا يعني حاسه ان انا موضوع البروجكت بان ده حاساه كده قل شويه والناس بطلت تطلبه شويه، فعايزه لا ارجع احمسكم واشجعكم تاني. احنا لسه مكملين على البروجكت بان بتاعنا، فاكتبوا لي تحت ايه الحاجات اللي خلصتوها الشهر اللي فات، وان شاء الله الفيديو اللي بعده اكتبوا لي ايه الحاجات اللي هتستخدموها الشهر الجاي. وبس يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا واتبسطتوا واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني جديد قريب. باي باي.